انك تقوي قبضة ايدك فده مهم جدا، زي ما بتعمل مثلا اي تمرين لاي عضلة في جسمك، سواء بقى دراعك او رجلك. خلي بالك القبضة القوية دي مهمة عشان لما تمسك حاجة او تشيلها مثلا ولو كانت تقيلة قد ايه. وعلشان كده بقى احنا النهاردة هنتكلم عن كذا تمرين علشان نقوي بيه قبضة ايدينا، وما تقلقش بحاجات بسيطة قوي وحاجات يعني ممكن تكون متوفرة عند معظم الناس. وكمان يعني في تمارين مش شرط ان انت تروح فيها الجيم، فممكن فعلا بأدوات بسيطة قبضة ايدك دي تكون قوية جدا. بس قبل ما نبدأ بس في اي حاجة، علشان تقوي قبضة ايدك لازم تعرف ان في 3 حركات اساسية قبضة الايد دي بتعملها، زي حاجة اسمها طبعا الكراش. وهنا قصده ان قبضة ايدك دي بتستخدم صوابعك وكف ايدك بقوة ان انت مثلا تمسك حاجة. وتاني حاجة اللي هي السبورت، وهنا قصده ان انت مثلا لو انت ماسك حاجة او شايل وزن، سواء بقى شايل يعني حاجات بتشيلها من السوق، حاجات مثلا معينه، حتى شايل وزن جسمك، فهنا السبورت بتاع قبضه الايد هنا بيكون مشترك بصوره كبيره قوي. واخر طبعا نوع او اخر حاجه قبضه ايدك بتعملها اللي هو البنش، وانا قصده مدى قوه انك تقرص او تدوس على حاجه بصوابع ايدك والابهام. فدول ال3 حركات الاساسيين اللي المفروض ان انت لما تيجي تقوي قبضه ايدك تشتغل عليهم. واحنا كده كده هنعمل يعني تمرينين على الاقل كل حركه من دول. خلي بالك القوه بتاعت قبضه ايدك دي بتعتمد على مستوى طاقتك، مثلا بتستخدم ايدك قد ايه على مدار اليوم، صحتك العامه، ولو عندك حاله مرضيه معينه بتاثر على قوتك. كل ده بيشترك في ان قبضه ايدك تكون قويه او لا. عشان كده بيبقى في جهاز مشهور جدا اسمه الديناموميتر، وده وظيفته ان هو بيقيس قوه قبضه الايد. يعني ده بيبقى تيست كده مشهور ان انت تشتغل وتدوس كده باقصى قوه عندك في قبضه ايدك، وبالتالي بيسجل مثلا القوه اللي انت حدثتها دي بالكيلوجرام. وقبل برضه ما نخش في التمرين عايز افكرك ان تقويه قبضه الايد دي مش حاجه رفاهيه، لا دي حاجه مهمه جدا، علشان دي بتساعدك مثلا انك تشيل حاجه لو انت راجع من السوق او شايل حاجه تقيله. بتساعدك مثلا ان انت حتى تشيل ولادك، يعني البيبي الصغير ده بيتطلب برضو ان يحصل اشتراك لقبضه الايد. بتساعدك برضو ان انت تشيل حاجه معينه من الارض وتطلعها تاني، بتمسح حاجه مثلا. كمان بتستخدم قبضه ايدك دي في رياضات كتيره جدا غير ما انت متخيل. ويعني ابسط حاجه لكده ان انت لما تروح الجيم مثلا، يعني قبضه ايدك دي اللي بتمسك بيها الدمبل، اللي بتمسك بيها البار، اللي بتمسك بيها مثلا الجهاز اللي انت بتشتغل عليه. فتقويه قبضه الايد دي حاجه مفيده وحاجه مهمه جدا. ونيجي بقى لاول حاجه واول نوع من التمرين، تمرين كده اسمه تاول رينج. والنوع ده من التمرين بيشتغل على اللي هو زي ما قلنا الكراش. وطبعا انت هتجيب فوطه وازازه ميه، والمفروض ان انت تبلها خالص لحد ما يعني الفوطه دي تتغرق، وبالتالي هتمسكها كده من الطرف اليمين ومن الطرف الشمال، وتحاول ان انت تعصر على قد ما تقدر لحد ما الفوطه دي يعني تصفي الميه اللي فيها كلها خالص. ممكن برضو ان انت تروح تملى الازازه دي بعد كده لا في الفوطه تاني، وبالتالي تقعد تكرر التمرين ده 3-4 مرات. تاني حاجه بقى التمرين اللي هو اسمه الديد هانج، وده النوع اللي هو بيشتغل عليه اللي هو السبورت. وده انت المفروض يكون عندك عقله، لان هنا ببساطه انت هتتعلق بجسمك كله عن طريق العقله دي. هتمسك كده العقله وبالتالي هتسيب جسمك كله وترفع رجليك من على الارض. المفروض ان انت اقل حاجه تعملها 10 ثواني، ولو حسيت الموضوع يعني حلو شويه بسيط فالمفروض ان انت بتزود التايم ده، ممكن توصل لدقيقه. ولو انت بقى فعلا حاسس ان الدقيقه مش مأثره معاك، فممكن عادي ان انت تتني كوعك بزاويه 90 درجه، وبالتالي انت كده بتصعب التمرين على نفسك بصوره كبيره قوي. بس التمرين ده مهم جدا علشان بيدعم حركه السبورت بتاعه قبضه الايد. اما بقى تالت تمرين وهو تمرين الهاند جريب تول. ده اللي انت شايفها قدامك دي طبعا بتتباع باشكال كتيره جدا، بس اللي معايا دي تعتبر قديمه شويه، ودي وظيفتها بس ان انت تقعد كل شويه تقعد تضغط وتسيب، تضغط وتسيب، تضغط وتسيب. هي دي وظيفتها الوحيده اللي بتعملها. المفروض ان انت لو عملت التمرين ده من 100 ل 150 مره على مدار اليوم هتحس بنتائج رهيبه جدا. وخلي بالك 100 ل 150 مره دي هي طبعا مش دايركت، عادي ممكن تتقسم مثلا 3 خمسينات في اليوم، ممكن تتقسم مثلا 4 في 25 اللي انت عايزه. ولكن كل ما العدد يكون زياده معاك وكل ما العدد يكون كتير، كل ما انت هتحس بنتائج في قبضه ايدك كويسه جدا. وخلي بالك النوع اللي بيشتغل عليه التمرين ده اللي هو الكراش. ورابع حاجه بقى، وساعتها احنا كده هنروح للجيم، واللي انت تستخدمه في الجيم بالظبط دمبلز مثلا، ممكن نقول من بدايه 10 كيلو لحد 25 كيلو، وهتستخدم طاره او طارتين 5 كيلو. لان اول تمرين عندنا اللي هو الفارمرز كاري، ده الحركه اللي بيدعمها السبورت. ده المفروض ان انت بتمسك الدمبل مثلا يعني 10 كيلو وليكن ده الستارت بتاعنا. وخلي بالك الاوزان اللي انت شايفها قدامك دي بالال بي، ولكن في اي جيم عادي المفروض ان انت تلاقي اوزان بالكيلو جرام عادي يعني. فالمفروض ان انت تمسك الدمبل من الطرف كده، وبالتالي بتقفل عليه بصوابعك والابهام.
فده بيساعدك على تقويه قبضه ايدك كويس جدا. والمفروض ان انت تفضل تتحرك رايح جاي، ولو مفيش مساحه ان انت تتحرك عادي ممكن ان انت تثبت في مكانك او تقف في مكانك، مفيش اي مشكله خالص. ممكن برضو ان انت يعني لو المسافه طويله شويه هتتحرك مثلا 3 متر لقدام فتعملها 4 مرات، ولكن لو المسافه صغيره فممكن عادي تعملها 6 مرات او اكتر من كده. اما بقى التمرين اللي وراه هو حاجه اسمها بنش جريب ترانسفير، وده هنا بيدعم النوع اللي هو بتاع البنش او الحركه اللي هي بتاعه البنش دي. ببساطه شديد انت بتجيب طاره 5 كيلو، والمفروض ان انت بتمسكها برضو من الطرف كده بنفس المسكه، وبترفع دراعك وبالتالي بتسلم الطاره الناحيه الثانيه، بس وانت ماسك الطاره دي عن طريق طرفها صوابع ايدك والابهام بس. طبعا ممكن تعمل التمرين ده من 15 ل 20 مره، وبالتالي يعني انا شايف ان ده كويس جدا. يعني حاول ان انت ما تكترش 5 كيلو، انا شايف ان دي كويسه، ما تكترش عن كده. واخر تمرين بقى معانا اللي هو الكاتل بيل كراش. المفروض ان انت هتجيب كاتل بيل زي اللي انت شايفها قدامك دي، وعلى حسب الوزن اللي انت مستريح ليه هتمسكها كده من الطرف برضه على طراطيف ايدك او صوابع ايدك من تحت، وبالتالي وانت فارد كوعك المفروض ان انت تشتغل بحيث ان انت يعني تخلي صوابع ايدك دي تقرب من الجزء بتاع الساعد شويه، طالع نازل بالحركه دي كده. المفروض ان هو هنا بيشتغل على الكراش، وبالتالي ده هيسمح لك ان انت تقوي قبضه ايدك بصوره كبيره قوي. برضه ممكن تعمل التمرين ده على الاقل 15 مره، بس لازم ان انت تبدل ما بين الدراعين. ودي تعتبر كده كانت اهم تمرينات عشان تقويه قبضه الايد. وما تنساش في اي تمرين انت بتعمله لازم تحدد فترات الراحه كويسه ليك، وبالتالي تحدد برضه الاوزان المناسبه ليك. فدي بس اهم التمرين اللي انا حبيت اوريها لك. وطبعا لو في حاجه انت عايز تسال عنها سيبها لي في الكومنتس تحت. واحنا كده وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.